السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض الدوريتوس اللي ولادنا كلها بتعشقه، بتركات وحركات واسرار توصلنا للقرمشة اللي احنا كلنا بنعشقها كبير وصغير. يلا بينا مع بعض نشوف الطريقة. سموا الله وصلوا على الرسول، ويلا بينا نشوف الدوريتوس هيتعمل ازاي. مكونات الدوريتوس: كوباية دقيق ذرة، كوباية دقيق ابيض، معلقة نشا، البهارات نص معلقه ملح، نص معلقه كركم، ونص معلقه بابريكا مدخنه، وحوالي معلقتين بالظبط زيت، وطبعا ميه عشان العجن. يلا بينا. في بوله هنحط كوبايه دقيق الذره، وعليه كوبايه الدقيق الابيض، كلهم نفس المقادير نفس الحجم يعني، ومعلقتين الزيت، معلقه النشا، وهنحط البهارات، وهنبدأ نعجن. طبعا هنعجن كل الخليط ده. المية انتي مش بتحطوا كله مرة واحدة. بسم الله. هاخد بقية المية. طبعا المية على حسب الدقيق اللي انتي مستخدماه، كل نوع دقيق بياخد كمية المية يعني على حسب نوعه. العجينة ما بتبقاش طرية قوي، العجينة بتبقى مظبوطة قوامها. خدنا في عجن العجينة حوالي 10 دقايق. خدت معانا حوالي نص كوباية مية عليهم معلقتين 3. هنسيبها ترتاح لمدة تلت ساعة، ونبدأ نشكل الدوريتوس بتاعنا. بعد ما ريحنا العجينة تلت ساعة هنحطها على مفرش، وهنبدأ نقسمها جزئين. هنكورها كده. هنبدأ بقى نفردها. فردها سهل قوي، هتتفرد معاكي بسهولة. نجاح الدوريتوس معاكي بيرجع للخطوة دي، انك تفرديها حلو ويبقى سمكها مظبوط، السمك المظبوط. طبعا كل ما تبقى رفيعة تبقى حلوة. بصي انا عملتها السمك ده بالظبط، وهبتدي بقطعة البيتزا اشيل كل الجوانب اللي احنا مش محتاجينها. طبعا الزوايد دي انا مش برميها، انا بجمعها تاني في الشوكة، وهنعمل في العجينة كلها كده. عشان ايه؟ الدوريتوس واحنا بنقليه ما يترفعش معانا في الزيت. هنبتدي نعمل خطوط كده بقطعة البيتزا اهي، سهلة جدا. وهنبتدي، انا هجيبها من هنا، هنعمل مثلث نازل ومثلث طالع. بصي تقطيعها سهل قوي زي ما اتفقنا اهو، فوق وتحت، فوق وتحت. وساعات بيطلع معايا مثلث كبير ومثلث صغير، بس انتي حاولي ايه تظبطي اكتر مني يعني. اهو بحاول اظبط على قد ما اقدر. بصي المثلث بيبقى كده اهو، بيبقى الحجم ده والسمك ده. انا شايفه ده هو السمك المناسب للدوريتوس.
بفرد كده في الجزء التاني من العجينه. بسم الله ما شاء الله، اول جزء عمل معايا كميه حلوه. بصي يعني ده ولسه فيه بواقي تاني. شايفين الكميه اللي عملت؟ بسم الله ما شاء الله، ولسه باقيه اللي هي الزيادات. انا ماليه الطبقين حاطه كمان فوق بعضه في طاسه سخنه على النار فيها زيت غزير، هبدا انزل بيه. الزيت طبعا بيبقى سخن كده وانزل بيه. بسم الله ما شاء الله، كميه حلوه اللهم بارك، من كوبايتين. لسه في تاني. ما تنسيش الاشتراك، تفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، او هتنسي تحطي لي اللايك. انا ممكن اريح دماغي واقلب كده. بسم الله ما شاء الله، بدأ ياخد اللون. دي صغننه خالص حطيتها في الاول. خدوا اللون اهو. هنبتدي نقرب. سامعين صوت القرمشه باينه وهي هو لسه طالع من الزيت. اللهم بارك اهو. هنملى الطاسه التانيه. انا عامله مثلثات كبيره ومثلثات صغيره، شكلهم حلو قوي في الطاسه. بصي على نار متوسطه، يعني في بعد ما سخنتي الزيت هدي النار عشان تاخدي النتيجه واللون الذهبي المطلوب. انا ما بحبش احط كتير في الطاسه عشان ايه، اقلب براحتي يعني. نسمع صوت القرمشه. انا هنا هديله طعم الجبنه، وممكن تديله طعم لو عندك مرقه دجاج عادي ممكن ترش عليها المرقه اللي هي البودر، وممكن بابريكا. انا هنا البنات عايزين اللي هو طعم الجبنه. بصوا بسم الله ما شاء الله بيقرمش تحفه. ما تنسيش الاشتراك، تفعيل الجرس، واللايك الحلو عشان يوصلك كل جديد من خلطه زوزة. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.